شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. كباب الدجاج او كباب قضن التركي، دي وصفة تركية، واللي يروح تركيا لازم اول حاجة ياكلها هناك كباب قضن التركي او كفتة الدجاج. هنا في مصر نسميها كفتة الدجاج. بسم الله ما شاء الله. ريحتها بقى وريحة التوابل اللي فيها والبهارات تحفة. طبعا ضايفين فيها قطعة من اللية. شايفة طبق السلطة التحفة ده؟ بسم الله ما شاء الله. يلا نقدم الكفتة بتاعتنا. يبقى عملنا كباب قضن التركي، كباب الدجاج او كفتة الدجاج، عملنا سلطة المشويات، عملنا سلطة الطحينة. لايك للفيديو الجامد ده، لايك وشير وسبسكرايب. اشتركوا في قناة مطبخ ستات عاملين ايه. عملنا طبعا شغل المطاعم بقى، طبق كده، وعملنا الفرشة الروعة دي. شايفة الجمال؟ ورصي بقى عليها الكباب بتاعك. شايفة الجمال؟ اعملي لولادك كده جو المطاعم. بصدر فرخة عملنا الجمال ده كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. معاكم حنان الصوفي من مطبخ الستات عاملين ايه. الستات النهاردة هيعملوا كباب الدجاج او كفتة الدجاج. هنا في مصر بنسميها كفتة الدجاج، انما الوصفة دي وصفة تركية. ده هنعمل النهاردة كباب الدجاج او كباب قضنة. الكباب ده مشهور جدا جدا في تركيا، كباب الدجاج. ويلا نشوف المقادير مع بعض. معايا هنا كمية من صدور الدجاج، دول اكتر من نص كيلو، دول كمية اكتر من نص كيلو. تمام. معايا هنا بصلة كبيرة شوية. معايا فلفل احمر، ده اساسي في الوصفة. تمام. معايا حوالي 7-8 فصوص توم. طيب احنا هنا هنعمل كباب الدجاج او كفتة الدجاج. طيب مفيش هنا عندي دهون، صدر الدجاج مفهوش دهون، حتى لو خلطت معاها وراك الدهون قليلة برضو. طيب باخد هنا عندك بقى ليا، عندك اي حاجة دهنية، حتة ليا كده بتقطعيها كده عشان هنفرمها مع لحم الدجاج، هنفرمها مع الصدور دي. معايا هنا دي نص ربطة كده من كزبرة خضراء على بقدونس. طيب البهارات بقى عندي هنا ايه؟ عندي فلفل اسود، عندي كمون، عندي كزبرة، عندي كاري، عندي توابل دجاج بهارات، عندي زعتر، عندي قرفة، جنزبيل، وهنبشر بشرة صغيرة من جوز الطيب، وعندي زيت، هحتاج زيت وصلصة، وممكن اخد معلقة من خلطة الكفتة دي تحفة. انا وريتها لكم في فيديو المشتريات. ويلا بينا نبدأ في تحضير كباب قضنة التركي او كفتة الدجاج او كباب الدجاج. انا دلوقتي هاخد الصدور وهاخد اللية بتاعتي، الدهون بتاعتي، وهروح على الكبة وافرم لحم الدجاج وافرم الدهون بتاعتي دي. طيب انما البصل والفلفل الاحمر الحلو ده والثوم هفرمهم لوحدهم لاني هصفيهم. ومعايا في المقادير كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بنسمي الله ونجيب الكبة بتاعتنا ونبدأ نحط فيها البصل والثوم والفلفل الأحمر الحلو. عايزة تحطي سبايسي حطي. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضيهم في البولة لأني لسه هصفيهم. هنا أنا ضربت في الكبة الأول البصل مع الفلفل الأحمر الحلو، 8 فصوص توم كده. وزي ما قلتلك صدور الدجاج ما فيهاش دهون، واحنا عايزين دهون عشان الكفته تمسك وتبقى جميله كده في الشوي في الفرن. هنا عندك ليا، عندك قطعه من الدهن بتفرميها مع صدور الدجاج. بنسمي الله وبنحط الدجاج بتاعنا. ومعايا كده ايه هي او الدهون دي مهمه جدا جدا في كباب قضنة التركي او كباب الدجاج او كفته الدجاج. يبقى ما بتغسليش الكبه ولا حاجه، انت لسه ضاربه البصل والفلفل والثوم واطرحهم كده بسم الله الرحمن الرحيم.
فرمت الدجاج بالشكل دوت، هفضيه في البولة بتاعتي. هنا هنفرم كمية تانية من الدجاج، وما ننساش الدهون بتاعتنا زي ما قلت لك، ليا او اي قطعة دهون عندك. بسم الله. وخلاص فرمنا لحم الدجاج بتاعنا. مع لازم اصفي ده البصل مع الفلفل الاحمر الحلو مع الثوم، لازم اشيل الميه اللي فيهم واخد الخلاصه بتاعتهم بس. تمام، هاخد بقى الخلاصه دي، ودي الميه دي هنعمل بيها دلوقتي حاجات جميله جدا. بجيب البوله بتاعتي. طيب الخلاصه دي عباره عن ايه؟ عباره عن البصل والفلفل الاحمر والثوم. طيب ومعانا هنا دي بقدونس وكزبره وعودين شبت، يعني فيهم انا مقطعه فيهم عودين شبت صغيرين. في التشكيله الجميله دي، الله الله عجب. وعايزه الكباب بتاعك بقى يظبط ويبقى كباب 10/10، كباب قضنا التركي على حق، بشره من جوز الطيب. تجويد، نضيف كده معلقه من خلطه الكفته على سبيل التجويد. اتفرجي كده على معلقه من خلطه الكفته، هي فعلا بتنقل الكفته في حته تانية. تمام، ليه انا بحب استخدمها؟ فيها جاهزه البصل البودر، الثوم البودر، البقدونس المجفف، الشبت المجفف. ودايما دايما الحاجات المجففه بتعلي التست اكتر. تمام، يعني المعلقه دي مش موجوده ما يعني خلاص، انما هي على سبيل التجويد. الخلطه الرهيبه دي، شايفين الجمال؟ يا نهار ابيض، ريحه التوابل مع البقدونس مع الكزبره مع عودين الشبت مع الثوم مع البصل مع الفلفل الاحمر الحلو ده، بصراحه يعني انا حابه الوصفه دي جدا جدا جدا. كباب قضنا التركي او كباب الدجاج او كفته الدجاج زي ما بنسميها هنا في مصر. طيب بايدنا بقى ونعجن العجنه المحترمه. الله على الريحه اللي انا شماها، الله بسم الله الجمال، ايه الجمال ده؟ شايفه الجمال ايه؟ زي معلقتين من الزيت، لان هي مفتقره للماده الدهنيه شويه. نعجن تاني. دي الميه اللي هنصبع بيها، هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي، اللي هنصبع بيها الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله. ما عملتوش لايك لغايه دلوقتي، سرحانين معايا في كباب قضنا التركي. شايفه الجمال؟ فاضل عندي هنا خطوه، لازم احط معلقه صغيره من البيكنج باودر، يطلع لك بقى صباع الكباب كده التركي، او صباع الكفته زي ما بنقول هنا في مصر، صباع الكفته كده منفوش وجميل كده وجوسي من جوه. يبقى السر في معلقه البيكنج باودر، ضروريه جدا في اي نوع كفته تعمليها. دلوقتي هحط كباب قضنا او كباب الدجاج او كفتة الدجاج، هحط البولة دي في التلاجة لمدة ساعتين. اللحم الدجاج بقى يشرب كده من التتبيلة والتوابل والبهارات الخطيرة دي المميزة جدا دي ساعتين. وبعد ما نقعده في التلاجة لمدة ساعتين هنديله معلقة البيكنج باودر الصغير. يلا على التلاجة، هنغطي كده بستريتش وعلى التلاجة. طيب هنا بقى دي مية البصل اللي عصرناها، مية البصل والفلفل الأحمر عشان كده لونها أحمر، والثوم. يا سلام بقى، ايه بنزل بالصلصة الجميلة دي كده. وهنا عندي ده كيس مرقة فورية، بدل ما احط ملح وفلفل اسود وكده، لا هحط معلقة صغيرة كده من الكيس ده. ومعلقة زيت. شايفين التكات والخطوات؟ بسم الله ما شاء الله. الله، تخلي لك لون الكباب بتاعك، كباب الدجاج تحفه 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 تحفه. معلقه زيت في الاخر كده عشان تلمع لي الكباب بتاعي، كباب قضنا التركي.
خلاص انا شمعت كفتة الدجاج او كباب الدجاج، شمعته في التلاجة لمدة ساعتين. بنضيف بقى قبل الاستخدام ايه، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حاجة بسيطة كده. دي بقى بتديلي هشاشة وطراوة للكفتة من جوه، وتخليها جوسي جدا جدا جدا. بتاعتي متماسكة خالص 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 اهي. بس لو انت عايزة تضيفي معلقة كده، معلقة او معلقتين، ده فيجيتار زي البقسماط كده بس متبل وفيه نكهات وتوابل حلوة جدا جدا. طيب هقلب بقى عشان ابتدي اصبع الكباب بتاعي او الكفتة بتاعتي. زي ما قلت لكم احنا حاطين العصيان دي في الميه، ايه بسم الله، ونصبع الكباب بتاعنا، كباب قضنا التركي او كباب الدجاج او كفتة الدجاج. هاخد كده 3 اسياخ مع بعض، وببل ايدي بالصوص الروعه اللي احنا عملناه ده، القطعه كده من الكفته. يبقى ببل ايدي من الصوص الرهيب ده الخطير، كوره كده من الكفته. ومعايا 3 اسياخ كده، وببتدي اعقل صباع الكفته كده. كباب قضنا التركي في مطبخ الستات عاملين ايه، باروع تتبيله. شايفين الجمال؟ بناخد قطعة من الكفتة و3 عصيان من عصيان الشيش طاووق كده كده لحد المكان اللي فوق ده بتقفليه كده، وبنبتدي نعقل الكفتة بتاعتنا كده بالصباعين دول كده 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 كده، ونعقل بالصباعين دول، نعقل الكفتة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. كباب قضنا التركي او كباب الدجاج او كفتة الدجاج. يلا بينا على الفرن. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. كباب الدجاج او كباب قضنا التركي دي وصفة تركية، واللي يروح تركيا لازم اول حاجة ياكلها هناك كباب قضنا التركي او كفتة الدجاج. هنا في مصر نسميها كفتة الدجاج. شايفين الجمال؟ ريحتها بقى وريحة التوابل اللي فيها والبهارات تحفة. طبعا ضايفين فيها قطعة من اللية، وادي كباب الدجاج بتاعنا بعد ما قعد في الفرن 10 دقايق. بجيب الصوص الرهيب ده وبنديله مسحة كده، تدي بقى لون رهيب لكباب الدجاج او كباب قضنا او كفتة الدجاج. ريحة البيت كله كباب، روعة روعة روعة. كباب الدجاج. المطبخ الستات عاملين ايه؟ عملتي لايك؟ اشتركتي في القناة ولا لسه؟ يطلع لون رهيب رهيب رهيب. ونقلب برضو الناحية التانية كده، نقلب على الناحية التانية على الوجه التاني وندي تلميع. عشان نحمر كمان من الوجه التاني. كباب قضنا التركي من مطبخ الستات عاملين ايه. وكل شوية بتقلبي كده على الوجه التاني، الوش التاني للكفتة.
ريحة رهيبة رهيبة رهيبة، عايزة تتاكل كده قبل ما تستوي والله. بسم الله ما شاء الله. هتظبط سلطة الطحينة، هي اللي ليها مذاق خاص جدا. طيب بنعملها ازاي؟ مقاديرها سهلة جدا جدا جدا. معانا هنا كوباية من الطحينة، معانا هنا فنجان كده وسط من المية، مية دافية، البقدونس للتزيين، معانا الخل، معانا الثوم، معانا ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وشطة لو عايزة تضيفي شطة للناس اللي بتحب السلطات سبايسي. بضيف عليها المية حسب بقى القوام اللي انتي تحبيه. تمام. كفتة الدجاج دلوقتي بتتحمر في الفرن. شغلت عليها الشواية، وهنا حطينا فنجان من الميه حسب القوام اللي انت عايزاه. عايزه تزودي، هي بتتقل كل ما بتقعد بتتقل يعني. انا سبتها شويه، كنت بتابع الفرن، بتابع كباب الدجاج في الفرن. شوفي تقلت، ولما بنحط لها خل كمان بتتقل. يعني زي ايه، ربع فنجان كده من الخل، ومعلقه الثوم، معلقه صغيره كده ثوم، وملح كمون فلفل اسود كزبره. عايزه تضيفي شطه ضيفي، وزي ما قلت لك البقدونس للتزيين. الله الله الريحه الجميله، الله بسم الله ما شاء الله. طحينه مع الثوم مع الخل مع التوابل، حاجه عظمه. هي كده بنفس مقادير المطاعم بالظبط، زي ما قلت لك حسب القوام اللي انت حباه. وتزيينه كده من البقدونس. ودلوقتي هنعمل نوع من السلطه السريع برضو، من السلطه السريع كده جنب المشويات برضو. قطعت البقدونس وبقطع الطماطم. يبقى مكونات السلطه السريعه بتاعتنا اللي ضروريه جدا جنب المشويات برضو: طماطم بصل بقدونس. وبجيب هنا معايا الطماطم ومعايا البصل. البصل بس ضروري ان انا افتحه كده، افك الحلقات بتاعته كده. والبقدونس اساسي طبعا، والخل. عايزه تضيفي ليمون ضيفي. والسر في جمال السلطه دي معلقه السماق، ونقلب سلطه المشاوي التحفه دي. شايفه الجمال، بسم الله ما شاء الله. الله على الجمال، الله على الريحه بقى. شايفه طبق السلطه التحفه ده، بسم الله ما شاء الله. يلا نقدم الكفته بتاعتنا. يبقى عملنا كباب قضنا التركي، كباب الدجاج او كفته الدجاج، عملنا سلطه المشويات، عملنا سلطه الطحينه. لايك للفيديو الجامد ده، لايك وشير وسبسكرايب. اشتركوا في قناه مطبخ ستات عاملين ايه. ادي احلى كباب دجاج من مطبخ الستات عاملين ايه، مع سلطه المشاوي الخطيره بالسماق، مع سلطه الطحينه، كباب الدجاج او كفتة الدجاج. لايك وشير وسبسكرايب، ادعميني عشان استمر. هنقدم بقى الكباب بتاعنا، كباب قضنا التركي، هنقدمه بطريقة المطاعم. هنا السلطة بتاعتي باخد منها كده كمية. عملنا طبعا شغل المطاعم بقى، طبق كده، وعملنا الفرشة الروعة دي. شايفة الجمال؟ ورصي بقى عليها الكباب بتاعك. شايفة الجمال؟ اعملي لولادك كده جو المطاعم. ده كباب قضنا التركي او كباب الدجاج او كفتة الدجاج اللي شايفين الجمال. وعملنا معاه سلطة الطحينة وسلطة المشاوي، عملناها فرشة تحت
كفتة الدجاج. ريحة البيت مقلوبة بقى من الكباب الروعة التحفة ده. كباب قضنا التركي حاجة تاخد العقل. شايفة الجمال؟ ريحته يعني الواحد مش مستحمل، عايز يقفل الفيديو ويروح ياكل من الكباب التركي التحفة ده. وصفتنا النهاردة وصفة تركية، كباب قضنا التركي او كفتة الدجاج زي ما بنسميها في مصر.